بين راجلي، لأنه ممكن يخلق مودة، ممكن يخلق محبة، ممكن يخلق حاجات كتيرة. فبشوف إنه هو ممكن يكون يصل ل50% من علاقة الزوجية، ممكن. بس طيب، في رأيك هل أنت بتوافقي بإنه يكون في صحبات بعد الزواج ولا لأ؟ يعني صحبات داخلين البيت مارقين كده. صعوبات منه؟ صحبات لي أنا يعني يكونوا داخلين البيت مارقين كده. ما كان انت مثلا في كانت مثلا صحباتك انت كان انت بيت مثلا لزوجك، ولا صحبات مثلا انا راجل وانت بيت صحبات لك؟ ما لازم نفهم عشان نقدر نرد لك. لانه في صحبات صاحب راجل وفي صحبات مرأة. انا اتقبل صحبات مثلا انت تكون صحبات مثلا صحبات الراجل، انت صحباته هي راجل، ولا صحباته هو للمرأة. عارفه شيخ حافي يا جماعه. مش على شيء خبي. طيب، إذا الجواب ما أنا عرفته. لا لا، ما طيب، ما طيب، الجواب ما عرفته. لازم توريني أيوة، ما عايزة الاصدقاء ده أوضح لك. للراجل ولا طيب. للمرأة، ما عشان نفهم. أمم. يعني أصحاب لي أنا للمرأة. اصحاب ليك للمرأة انت تقدر تغرري. انت مرأة، حسي انت مرأة، انت هو تغرري اصحاب. يعني انا هسي ما اقدر اغرر انا تكون اصحاب ليك انت كمرأة، وانا تقول لها اصحاب لي انا كانت مرأة. انا قاعد يعني انا هتزوجك انت وقاعد تسالني كأنا راجل وانت مرأة انثى. وهو كلام كده انا بجاوبك. اصحاب بيختلف. أمم. مثلا انت ليلك عن مرتي، انا بشوف لي انا بشوف اصحابا مثلا ما بختار لي مثلا. انا ما عندي مشكله باصحاب. لما انت مثلا كراجل مثلا، ما عندي في رجال كتير ما عندهم مشكله باصحاب. لكن شنو، انت تقدر تختار اصحاب المناسب في حياتك، يعني ما يعمل لك مشكله في زواجك. اوكي. انت هو تختاري المرأة، هو بتختار أصدقاء المناسبين معاها، ما يسبب لك مشكلة في بيتك أنت، لأنه ده بيتك أنت. الراجل ما ممكن يختار لك يقول لك مثلا في رجال كتير بيختاروا، لكن ده انت تكون انت كمان تكون ما عندك شخصيه. وانا كان انا لنفسي كان انا يعني اكون ممثل دور انا مره. انا دايما مره عندي شخصيه ما جبانه. انا راجل ما بختار لي بانه نختار منو ما نختار منو. انا هو بختار اصدقائي انا المناسبين معي على مستوى انا قاعده على زواجي. بختار المناسبين، نسائي المناسبين معي، اللي بيقدروا مثلا بيحترموني وبيحترموا راجلي، اللي بيقدروا مثلا لما راجلي يجي الواحد ما اكبر من جاباتي. انا بختار حتى لو شمال، انا بختار انا الاصدقاء. ما بختار لي مره مثلا راجلي جا قال سلام عليكم لسه قاعد تتكلم مع حبيب بالتليفون. اي والله يا بيبي كيف تمام والحمد لله. كيف تمام. ده سيد البيت جا لابسه قماش قصير، البس توب، البس طرحه، لانه سيد البيت جا. ما تجيني في بيتي. راجلي قاعد جوا البيت ما اقدر مره تجيني في بيتي. انا لما راجلي يكون قاعد جوا البيت ما بجيك في بيتي. انا بختار النساوين اللي بيحترموا نفسهم، حتى لو هي ذاتها ما متزوجه. يا كيف تعرف زمن راجلي تحترمني تحترم راجلي. انا بختار صحباتي انا هو بغرر الحته دي. أمم. ستي لو عندك راجل، انت بتختار الصحبات ولا راجلك هو بيختار لك الصحبات؟ أنا بختار أنه أنا إنسان عاقل وعارفة كيف أدير بيتي. إذا بختار كده الناس الكويسين إن هم مع كده. بس اها. طيب. وطيب ايه رايك صحبان راجلك اللي بيجوا البيت؟ هو طبعا إذا جاب رجال، يعني أنا بشوفه أساسا الفكرة دي مرفوضة، مرفوضة تماما. ليه؟ لأنه أنا كزوجتك، يعني أنت ما حابيني إنه أنا أمرك، أكيد يعني ما أمرك أقعد فيك عفوا أقعد فيك كده، فأكيد هيجيبوا من غير يجيبوا من البيت. فأنت دي لازم تتقبلها. لكن أنت تجيب أصحابك وتسهروا وتقعد تشتموا ولا تلعبوا في البيت، سواء كان جيم أو أي حاجة، لا طبعا، صعبة شوية كصاحبة. انا كمان يعني ليه راجلي لو مثلا شخص واعي، شخص كبير ومحترم مثلا يعني.
لو عنده، انا بفهم الراجل وعاداته وتقاليده قبال ما الزوج افهمه هو بيعمل شنو. يعني صعب مثلا لو هو مثلا بيمشي دايما كله عنده، لازم ادي لصاحب لراجلي ده على الاقل كل اسبوع يوم يكون حقه هو بخصه، يختار هو ده يعمل فيه شنو. عشان الايام لو هو بديني حريه بانه مثلا اجيب صحباتي يشربوا معي مثلا جبنه هو ما في، وبديني راحتي، انا على الاقل لازم في اسبوع ادي راجلي يومه. لو كان برا من البيت ولا كان جوا البيت، لازم اديه يوم هو يتمتع فوقه، هو حقه هو مع اصدقائه. انا كمان بشوف افضل مثلا لو بيتي كبير، انا اجهز لهم فطورهم، اجهز مثلا زمان الغداء. يعني الراجل لو متزوج ما يا فطور يا غدا، او لو بمسا بكون زمن معين بخلي له مثلا عشاء اكلهم قدامه، بخلي له مثلا الجبنه حقهم في الترمس، بيجيب لهم حاجاتهم كله، هو يشيل حاجاته يخطه قدامه، يكون قاعد مع صحبانه مثلا داري يلعبوا كشتيره، داري يلعبوا ليدو، داري يتونسوا، ده حاجه بخصهم، ما بمر لهم ولا بمشي لهم هناك. مم. كل اسبوع لازم راجلي ده انا ما امسكه احرمه عشان يتضايق مني. ما خلاص عشان هو متزوج ما يمشي لصحبانه، لا لا يمشي. حتى لو قال لي الليله يومي انا ده نطلع ماشي حفله، راجلي يمشي. حتى لو بدوني يمشي، ده يمشي لاصدقائه يمشي. لازم يعيش كهو انسان عادي، ما يعيش عشان هو عنده اولاد عنده مرق يتغير. ما بغير، لو غيرته بكرهني. لازم يعيش حياته. الراجل ما بمسكه. وطيب انت ده الناس اسالك راي، انت لو متزوجه يا رهف مثلا، راجلك لما يجي اول مره خشم الباب خش بيته مثلا، انت في حياتك لما تتزوجي مثلا، خيالك انت ده تعمل شنو لراجلك عشان يكون سعيد؟ مثلا لما الراجل جاي يخش يومك كله لراجلك، انت بتعملي له شنو؟ أنا أولا حاجة لما أجي أتزوج بكون فاضية تماما، أمور يعني بكون انتهيت من دراسة على كل حاجة، ما بكون عندي حاجة، بكون فاضية بس لراجلي وللزينة أكتر حاجة يعني. راجل جاي من الشغل هتعمل شنو؟ هو دخل جوا الشغل، ورينا يومك كله مثلا. راجل قاعد جاي من الشغل تعمل شنو؟ ورينا مثلا في اجازه حقك انت في زوجك مثلا، انت تقومي تعمل شنو لراجلك عشان الناس تستفيد منك كمان. طبعا يعني إذا أنا بديت يومي من الصباح كالعادة، هو لو أول ما طلع مش الشغل بكون نايمة، بكون ظابطة منبهي مثلا إنه هو بيجي على الساعة كده، هو كده يعني عندنا الدوامات مثلا تنتهي الساعة 6 على حسب 8 9 بالليل، بظبط يعني منبهي قبل دوامه، وبقوم أنظف البيت، بقوم أعمل الغدا، انتهيت من كده بقوم ألبس. الصباح. الصباح بقوم بفتح قرآن في البيت، عرفتي بدي الطاقة الإيجابية وأولع بخور كده في البيت برضو. أنا شوف أنا عندي طبع يا مرت الراجل، بحب أنظف قبل ما أنوم، تصدقي؟ يعني هسي مثلا نعسانة تعبانة، طوالي بيجيني نشاط من ماف، طوالي بقوم بنظف، يعني بحب إن أنظف وأكون نايمة. لسه عرفتي؟ برا تهيأ سؤالك مشيته ما في مشكله. أها طيب قولي. راجلي، طيب راجلي لما يجي من الشغل بمسا، انت قلت يرشت الزمن، لما يكون جاي داخل كده انت بتعمل شنو؟ يا حد لما يقعد يتغدى، ويا حد تشربوا شاي وتشربوا جبن، ده تعملون يا حد ده تنوموا. وريني الفتره الراجل ده بيجي من الشغل، انت انت مره تسوي شنو لراجلك؟ طبعا هو لما انا عارف، انا عشان كده الحمد لله قلتي بصراحه. الحمد لله قلتي. عشان كده يا رجال الراجل ده يمشي الشغل بهزر معاكي بهزر. يركب كاميرات في بيته، والكاميرا تحطه مع تليفونك. كاميرا تحطه مع تليفونك، تربط الكاميرا ده مع تليفونك، من تطلع من جوا بيتك تربط الكاميرا مع تليفونك.